مهازل التحكيم المصري، عقوبة محمود البنا، وعودة محمد مجدي قفشة، الشناوي، شوبير المنتخب. طبعا قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش زي ما متعودين طبعا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ندعي لإخواتنا في فلسطين يا رب انصرهم اللهم آمين. طبعا لازم نهني إخواتنا المسيحيين ونقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، وقولوا لي كلتوا الرنجة، كلتوا البصل، كلتوا الفسيخ، الحاجات اللي هي بص أنا واكل بصل ويعني متبهدل النهارده والله. انا البصل عمل عمايله معايا. المهم نبدا حلقتنا بسرعه ونتكلم في اول موضوع قالب مصر كلها، وهو محمود البنا والمهازل اللي حصلت في مباراه الامس ما بين طبعا الزمالك وسموحه. والتحكيم اصبح حاجه مزريه جدا جدا جدا. يعني بقينا كل ماتش زي ما قلت لكم في الحلقات اللي فاتت لازم بتحصل حاجات نطلع نتكلم فيها. يعني مش حاجات عاديه، مش حاجات اللي هي حاجه تعدي، لا الموضوع اصبح غريب. يعني قانون كره القدم هل تم تغييره؟ اللي احنا شفناه في ماتش امبارح ده دي حاجه غريبه جدا، ان انا الاقي الحكم بيصفر ضربه جزاء للزمالك ما هياش ضربه جزاء، فالفار يندهله يا عم البنا تعالى شوف ام الكوره ما فيهاش حاجه، ده اللاعب لعبها، لاعب مدافع سموحه لعبها قبليه، فانت بتصفر زي ضربه جزاء، فيجري يلغيها. وبعد ما لغاها بدأ الحكم يتوتر اكتر، اللي هو يعني في ايه؟ انت لو عايز تجامل الفريق اللي قدامك فمش بالشكل ده. وده باجماع كافه القنوات وكافه الحكام. محمود البنا طبعا هو شغال مأذون شرعي، فتحسه امبارح ان هو داخل عايز يوفق، بس مش راسين في الحلال، هو عايز يوفق الزمالك في الحلال. بس اللي حصل امبارح ده دي فضيحه طبعا. طرد حسام حسن، الضرب بدون كره لناصر منسي لما ضرب مدافع سموحه على وشه وفي الاخر اداله انذار، يعني حاجه زي دي ضرب بدون كره اقلها ما فيهاش كلام، طرد مباشر. ضربه جزاء سموحه بتاعت حسام حسن اللي اتطرد فيها ضربه جزاء واضحه، والفار كلم البنا تعالى يا بنا شوف الكوره، راح شاف الكوره واحنا كلنا شايفين الكوره معاه، هو كان شايف حاجه تانية بقى. مش مراك، ما تفهمش فيه ايه، مقتنع ان هي مش ضربه جزاء ومش كده وبس، لا ده مقتنع بطرد حسام حسن. فقمه ظلم امبارح. يعني النتيجه طلعت 1-0 طبعا، سموحه فاز بالمباراه، ولكن لو كان حصل نتيجه تعادل او سموحه كان خسر المباراه كانت هتبقى مشكله. احنا هنا بنتكلم على التحكيم، مش علشان زمالك ولا سموحه ولا اهلي ولا انبي ولا بيراميدز، احنا بنتكلم على التحكيم على العموم. التحكيم فيه كوارث بتحصل، احنا جايبين خبير اجنبي بيدير لجنه الحكام، هو بيعمل ايه؟ بياخد فلوس كتير جدا. طب انا مش شايف حاجه، هل انتوا شايفين حاجه؟ هل انتم ملاحظين اي تطور في المنظومه التحكيميه؟ فالصراحه حاجه يعني غريبه جدا. والنهارده طبعا معانا خبر ان هيتم عقوبه البنا بايقافه عن المباريات او ايقافه عن التحكيم لمده شهر كامل. الفكره مش في الايقاف، الفكره مش في العقوبه، الفكره في تنظيم او يعني تطوير منظومه التحكيم في مصر. مش ان انا اعاقب وخلاص، ان انا اجيب الحكام عندي وافرجهم على الاخطاء اللي بتحصل. شوف حصل منك ايه في مباراه، ايه حصل ايه، ماليش دعوه بالوان، ماليش دعوه بانتماءات، اللي شايفه بحسبه بغض النظر ده ابيض ولا احمر ولا اسود، اللي شايفه انا بحسبه. فنتمنى من منظومه التحكيم الفتره اللي جايه يبداوا ياخدوا بالهم، لان الموضوع زاد عن حده قوي. يعني الناس خلاص بقت كفايه بقى، كفايه بقى. يعني بنتفرج على ماتشات كتير ما بنشوفش المهازل التحكيميه دي غير عندنا في الدوري المصري. فالصراحه حاجه غريبه جدا. نتمنى التوفيق لحكامنا فيما هو قادم باذن الله. الحاجه الثانيه عايز اتكلم فيها، وهو طبعا كنا اتكلمنا في موضوع مجدي قفشه في حلقه امبارح. مجدي قفشه زي ما قلت لكم القصه اللي حصلت والاعلام قعد يتناقلها ويتناقشها ويبداوا يخشوا في نوايا كولر ونوايا قفشه، لا ده قفشه هيرحل، لا ده كولر غضبان، ده كولر بيعاقب قفشه. بنسبه كبيره قفشه هيرجع لقائمه النادي الاهلي باذن الله لمباراه الاتحاد او مباراه البلديه. القصه كلها يا جماعه كان ممكن يكون في بعض المشاكل، ولكن الفكره ان انت عندك لعيبه مصابين بداوا كلهم الله اكبر ما شاء الله يرجعوا لقائمتك في النادي الاهلي. فبالتالي انا اكيد هختار معايا جزء من اللعيبه والباقي هطلعه بره القائمه.
فانا لو ضميت قفشه وطلعت امام عاشور هيقول لك اشمعنى طلعت امام عاشور؟ لو ضميت امام عاشور وطلعت قفشه هيقول لك طلعت قفشه ليه؟ لو سبت ديانج بره، انت ما ديانج رجع ما تلعبه بقى. طب مروان عطيه، من الاخر سيبه كولر يختار اللي هو عايزه، احنا علينا نحكم بعينينا باداء اللعيبه في الملعب، ونحاسب الراجل المدرب على نتائجه بغض النظر مين موجود مين مش موجود. سيبوا المدرب يخطط، وسيبوا الجهاز الفني يختار اللي هو عايز يختاره. عايزين التزام، عايزين جدية. عندنا ماتش بكرة مع الاتحاد السكندري الساعة 7، مباراة قوية جدا على فكرة، مباراة مش سهلة. الاتحاد وطارق العشري طبعا مدير فني مخضرم، ومدير فني بيعرف يلاعب النادي الأهلي، وبالتالي احنا عايزين طبعا بكرة التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي، ونقفل بقى على النادي الأهلي ونقفل على اللعيبة، وربنا يوفقهم في اللي جاي. بقى فاضل لهم بعد كده مباراه بلديه المحله، وان شاء الله هيسافروا على تونس لمواجهه الترجي. وعلى ذكر الترجي، فالترجي لعب ماتشين زي ما الاهلي لعب ماتشين في الدوري، ولكن نتائج الترجي مش افضل حاجه. الترجي تعادل مع الصفاقسي 1-1، وخسر من الملعب التونسي 2-0. وبالتالي الترجي واضح ان هم تركيزهم اكتر في مباراه افريقيا وخايفين، ونتمنى يفضلوا خايفين لحد مواجهه الاهلي، يفضلوا خايفين، وفي العوده يفضلوا خايفين، وان شاء الله احنا نفوز بدوري ابطال افريقيا. عايزين بقى نتكلم في اخر حاجه معانا، وهي الشناوي وشوبير والمنتخب. محمد الشناوي بنسبه كبيره خلاص اصبح جاهز. شوبير موجود وبيلعب وما شاء الله عليه متالق. الشناوي لو ما شاركش المباراتين اللي جايين للاهلي في الدوري ونهائي افريقيا، بنسبه كبيره مش هينضم لمنتخب مصر. ليه؟ لانك ما لعبتش ماتشات في الفتره اللي فاتت، بقالك فتره انت غايب عن المباريات، وبالتالي مش هينفع اضمك لمنتخب مصر. وعايز اقول لكم كمان ان ابو جبل مصاب، فبالتالي حارس مصر الاول والثاني الاثنين مش موجودين ومش بيلعبوا. فالشناوي عايز يشارك علشان حسام حسن يبدا يستدعيه ويضمه للمنتخب. مصطفى شوبير طبعا متألق جدا جدا جدا، ربنا يحميه ويوفقه ويفضل دايما متألق معانا بالشكل ده. فهيحصل ايه الفترة اللي جاية الله اعلم، هنشوف هيحصل ايه. ولكن انا شايف وجهة نظري ان شوبير الصراحة حرام ان هو ما يلعبش مباراة نهائي افريقيا. وفي نفس الوقت الشناوي انا عايزه يشارك في المنتخب. ايه الحل في الموضوع ده؟ الشناوي عايز يرجع للمنتخب، فعشان يرجع لازم يلعب. شوبير متألق وعامل يعني احصائيات 7 مباريات في افريقيا ما دخلش فيه ولا هدف، وبالتالي محتاج اعرف وجهة نظركم. قلت اشارككم في الموضوع ده علشان نتناقش مع بعض واعرف وجهة نظركم. انتظرونا ان شاء الله بكره بعد مباراة الاهلي والاتحاد، وربنا يستر يا رب على التحكيم والمباراة تطلع كويسة. احنا زهقنا بقى، مش كل شوية غلطات واخطاء تحكيمية، ومش اخطاء عادية، دي اخطاء فجة، اخطاء فجة بمعنى الكلمة. فنتمنى التوفيق بكره للنادي الاهلي ان شاء الله. وكده خلصت حلقتنا. مرة تانية كل سنة واخواتنا المسيحيين بألف صحة وسلامة. أشوفكم دايما بأفضل صحة وأفضل حال. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة. أشوفكم على خير. شكرا لكم. سلام عليكم.